البوليزاريو. أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال إرهابي ينتمي إلى البوليزاريو في بيسكاي إقليم الباسك بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا والخارج. أوضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها أن الإرهابي شديد التطرف كان يستخدم حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على القيام بأعمال إرهابية ضد أشخاص ومؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها. وأضاف المصدر ذاته أن المتهم كان ينشط بشكل مكثف على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أدار العديد من الحسابات، ولديه عدد كبير من المتابعين الإسبان والأجانب يفوق عددهم 20,000 شخص، والذين يتلقون رسائله المحرضة على ارتكاب اعتداءات على الجالية والمؤسسات المغربية. أبرز المصدر أن المتهم كان ينشر باستمرار مقاطع فيديوهات خاصة به تروج لارتكاب أعمال إرهابية، لا سيما ضد جميع الصحراويين الوحدويين والمؤيدين للمغرب، معربا عن استعداده لارتكابها بنفسه. ولاحظت الشرطة الإسبانية أن خطورة منشوراته وكذا قدرته على التأثير في متابعيه أدت إلى اعتقاله على الفور. وحسب البيان أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم عن ضبط كمية كبيرة من المعدات والوسائط الإلكترونية وأجهزة الهاتف ووثائق ذات أهمية كبيرة يجري تحليلها من طرف السلطات المختصة. وصل المصدر نفسه إلى أن القاضي المكلف بهذه القضية أمر بعد إلقاء القبض على هذا الشخص بإيداعه السجن بسبب التهم الثقيلة الموجهة إليه.